السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. ايوه زي ما انتوا شايفين كده احنا هنعمل النهاردة السوشي. هنعمله بطريقة سهلة جدا بدون تعقيد. هنعرف كل بدائل الحشوات المتاحة عندكم في البيت، يعني مش محتاجين حشوات معينة. هديكوا كذا فكرة كده علشان تطلعوا سوشي حلو. وكمان هنعمل صوص المايونيز الحار، وكمان هنعمل صوص الترياكي. زي ما شايفينه قوامه حلو جدا وممتاز. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقة كل حاجة مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجة هبدأ بيها هو رز السوشي. انا هستعمل الرز المخصص للسوشي ده، انا بلاقيه في المحلات الاسيوي. طبعا لو مش متاح عندكم تقدروا تستبدلوه بالرز المصري العادي اللي حبايته بتكون صغيرة. هغسله كويس جدا، انا هحتاج حوالي 3 كوبايات بس من الرز. هغسلهم كويس جدا لحد ما المية ما تكون نازلالي صافية تماما وكلير، يعني بغسله كذا مرة. وبعد كده هبدأ احطه في حلة على النار، وهنزل عليه بحوالي 4 كوبايات من المية. طبعا بيبقى حسب نوع الرز بتاعكم. انا بحط المية لغاية ما تغطي الوش بتاعها تماما ويبقى طالع كده سنة صغيرة. وبعدين حطيته على النار، على نار عالية لحد ما غلي، يعني كأنكم بتسووا رز عادي خالص بس من غير زيت ومن غير اي توابل. وبعدين بديله تقليبه كده بسيطه، وبعدين هوطي النار عليه واغطيه لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. كده بيكون استوى. الرز السوشي لازم يكون ستيكي، ما يكونش مفلفل. بغطيه كمان واسيبه 10 دقايق، وهسيبه لحد ما يبرد شويه. وبعدين هبدا بقى ابهره بخل الرز. ده خل الرز. لو مش متاح عندكم هتستبدلوه بالخل العادي. خل الرز هو عباره عن خل عادي ولكن مضاف ليه شويه ملح وسكر سيزون مش اكتر. اوكي. انا هستعمل حوالي 4 معالق كبار، وممكن كمان ربع كوبايه، هو ده اللي بيديله الطعم. وكمان هنزل عليه بمعلقتين من السكر، معلقتين صغيرين من السكر. ما تستغربوش لان رز السوشي بيبقى فيه نسبه سكر. وكمان معلقه صغيره من الملح، وهديلهم تقليبه كده سريعه، وهسيبه لحد ما يبرد خالص. السوشي ما بنستعملش فيه الرز وهو سخن. وبس كده. دلوقتي بقى هبدأ احضر صوص الترياكي. هحتاج لكوباية من المية، وعليها نص كوباية من السكر، وربع كوباية من الصويا صوص، وكمان معلقة كبيرة من النشا. هبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض على البارد علشان النشا ما تتكتلش مننا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هرفعها على النار، وبرده مع استمرار التقليب علشان ما يحصلش معانا اي تكتلات. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يغلي معايا. شايفين قوامه؟ انا بعمله بالسباتشولا كده، لما بلاقيه بيعلم في السباتشولا وبينزل بصعوبه شويه، هو ده القوام اللي انا عاوزاه. هبدا انزل عليه بشويه من السمسم. معروف ان صوص الترياكي بيتحط عليه سمسم، لو مش متاح عندكم عادي مفيش مشكله. وبعدين هقلبهم تاني مع بعض، وكده خلاص قوامه جاهز معايا والصوص جاهز معايا. ده بيكون القوام بتاعه، احنا بنسيبه شويه بيتقل. دلوقتي بقى نبدا في تحضير الحشوات. هحتاج لشويه من الجمبري، هنزل عليهم بشويه ملح وكمون وكزبره ناشفه وكمان توم باودر، وهقلبهم مع بعض. دي تتبيله كده سريعه، وجمبري سريع جدا، انتوا ممكن تعملوه كمان في وصفات عاديه. هبدا بقى احط الجمبري في الدقيق. حطيت واحده في الزيت الاول عشان اختبر الزيت لحد ما يسخن. وبعد كده مجرد ما شفت البابلز اللي حوالين الجمبري، خلاص كده الزيت سخن معايا. بدأت انزل بالجمبري كله. مفيش اسهل من كده، وصفة جمبري سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. كده بيكون الجمبري المقلي، ودي اول حشوة معانا. دلوقتي بقى هبدأ في تحضير الهوت مايونيز او المايونيز الحار. فهحتاج لحوالي نص كوباية من المايونيز، وهنزل عليهم بشوية من السراتشا صوص. السراتشا صوص معروف انها سبايسي، فطبعا لو مش متاحة عندكم ممكن تستبدلوها بالهوت صوص او الشطة البودر العادية. وبعدين هبدأ اقلبهم مع بعض لحد ما يبقى لونه بينكي كده وبس. خلاص كده صوص المايونيز جاهز معانا. طبعا الحشوة التانية هي التونة. هحتاج لعلبة تونة، وهنزل عليها بمعلقة من صوص المايونيز اللي احنا عملناه مع بعض، وهقلبهم مع بعض كده. ودي تبقى الحشوة التانية. بتهيألي الحشوات دي بتكون متوفرة في اي بيت، او تقدروا تجيبوها، يعني سهلة. تمام. تالت حشوة معايا وهي صوابع الكابوريا او الكراب ستيكس. ده بيكون شكلها بتتباع في المحلات الاسيوي، او ممكن تلاقوها كمان في السوبر ماركتس العادية لانها بقت متوفرة جدا.
وكمان للي حابب انا هستعمل سلمون، ولكن هستعمله سموكت سلمون بيكون جاهز للاكل، ما بيكونش ني، وبستعمل السموكد لان هو بيكون اقرب للني شويه في الملمس بتاعه. طبعا لو مش متاح عندكم هتكتفوا بالتونه، الجمبري، اي حاجه متاحه عندكم. وكمان بالنسبه للخضروات هحتاج للجزر، بقطعه شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين كده. اي نوع خضار انتوا حابينه، مش لازم اللي انا هستعمله، يعني ممكن تستغنوا عن الجزر كمان. وشرايح من الخيار. دي كل الخضروات اللي انا هستعملها مع الافوكادو. وكمان استعملت القطاعة دي عشان تطلع لي شرايح رفيعة من الخيار عشان احطها على وش السوشي، وطبعا ممكن تستعملوها كمان في الجزر عشان تطلع لكم شرايح رفيعة شوية. وكمان هبدأ افتح الافوكادو زي ما انتم شايفين كده، دي الطريقة بتاعته. بجيب معلقة وافصل الافوكادو عن القشرة، وبعدين هبدأ اقطعها شرايح. ولو حابين ان انتوا تحطوا افوكادو على وش السوشي بتقطعوه شرايح ارفع من كده شوية. كده انا قطعت كل الخضروات اللي انا هحتاجها، الخيار والجزر والافوكادو. وكمان هحتاج لجبنة فيلادلفيا، لو متاح عندكم، مش متاح ممكن تستعملوا اي نوع جبنة كريمي. وهحتاج للمات دي بتاعة السوشي علشان الف بيها السوشي وتسهل عليا. وغلفتها ببلاستيك راب زي ما انتم شايفين كده عشان ما يدخلش فيها اي رز وتضايقني. لو مش متاح عندكم ممكن تستعملوا بلاستيك راب عادي. ده ورق النوري اللي انا هستعمله، بيكون ليه وش خشن ووش ناعم. لما بنيجي بنحط الرز بنحطه في الناحية الخشنة زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ببدأ اخد الرز. اهم حاجة وانتوا بتاخدوا الرز لازم تبلوا ايديكم بمية علشان الرز ما يلزقش في ايديكم، حتى لو لابسين جلافز لازم تبلوا ايديكم مية. وبعدين بفرد طبقة رز كويسة كده، وبعدين هبدأ انزل عليها بشوية من السمسم الاسود وكمان شوية من السمسم الابيض. لو مش متاح عندكم السمسم الاسود ممكن تستعملوا حبة البركة. وضغطت عليها بايديا كده شوية، وبعدين قلبت الرز مع ورق النوري، وبدأت احط شوية من الكراب ستيك وكمان الجبنة الفيلادلفيا. دي بيسموها فيلادلفيا رولز لانها بيكون فيها الجبنة الفيلادلفيا. وكمان حطيت شوية من الخيار، وبعدين بدأت ألفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. أهم حاجة في أول لفة لازم تضغطوها كويس جدا لأن دي اللي هتمسك معاكوا السوشي. شايفين أول لفة ضغطتها جامد، وبعدين لفيت الباقي وبشكلها زي ما انتوا شايفين بالمات كده عشان تديني شكل المربع. يكون أول رول كده جاهز معايا. بالنسبة لتاني رول برضو فردت الرز بس ما خليتوش يوصل لاخر الورق النوري، وبعدين بدأت احط برضو الكراب بس بعد ما انا مقطعته لشرايح رفيعة زي ما انتم شايفين كده. وبعدين حطيت شرايح الخيار والافوكادو وبالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين بدأت الفها. طبعا اول لفة لازم بضغطها كويس جدا علشان السوشي ما يفكش معايا زي ما انتم شايفين. وبعدين ببدأ الفها بالطريقة دي. طبعا الرول ده يكون رفيع لان الحشو فيه مش كتير، وكمان الرز انا مش مكتراه فيه، يعني بيبقى القطعه منه على قد قطمه واحده. هو السوشي معروف اصلا ان بيكون قطمه واحده. وبعدين على الوش بدات احط عليه شويه من السلمون وضغطته تاني بالمات، وبس كده يكون الرول التاني جاهز معانا. بالنسبه للرول التالت حطيت المايونيز والجمبري وخيار وجزر ولفتها بالتكنيك ده تكنيك تاني لللف. بمسك المات بايد وبالايد التانية بضغط عليه وبس كده. بالنسبة بقى الرول اللي بعد كده برضو خليت الرز من بره وحطيت الجبنة والكراب والافوكادو وبدأت ألفها كده. طبعا حشوات السوشي دي حاجة ترجع لكم انتوا حسب ذوقكم، كل واحد يفنن بقى، يعني انتوا حطوا اللي انتوا عاوزينه جوه السوشي. هنا بقى بدأت احط الخيار كده على الوش عشان برضو يديله شكل، وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا شرايح الافوكادو. برضو ده رول تاني حطيت فيه المايونيز والكراب والسلمون والخيار وبدأت برضو ألفه تاني، وطبعا حط عليه السمسم الأسود والأبيض وبس كده. بالنسبة بقى السلمون سوشي بتاخدوا كده كمية صغيرة من الرز وتبتدوا تشكلوها بايديكم بالشكل اللي انتوا عاوزينه اللي هو الشكل المعروف، وبعدين بحط عليه شريحة صغيرة من السلمون تكون مغطياها كلها، وبعدين بلفها بشريحة رفيعة من ورق النوري. طبعا ورق النوري بيتقطع سهل جدا. بالنسبة لده بقى السوشي كون، ده انا كنت شايفاه بصراحة على الكيس بتاع الورق النوري فعجبني شكله فقلت لازم اجربه. فحطيت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بحطوش كله وسايبه كمان، يعني انا مش مستعمله الورقه كامله، مستعمله نصها. حطيت فيها سلمون وخيار. انا حاولت ان انا اقلل سرعه اللقطه دي شويه عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. وبعدين بدات الفها كده زي الكونو واضغط عليها وبس كده.
بالنسبة بقى للتقطيع لازم تنقوا اكتر سكينة حادة عندكم. دي كانت اكتر سكينة حادة عندي، وبيكون جنبي منديل او فوطة مبلولة بالمية، وكل قطعة والتانية لازم امسح السكينة علشان الحشوات ما تدخلش في بعض والرز ما يلزقش فيها ويضيع الشكل العام للسوشي. زي ما انتم شايفين كده بقسمها الاول بالنص، وبعد كده بقطع كل نص لشرايح رفيعة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفة، حاجة كده لذيذة جدا. شايفين دي الفيلادلفيا رولز. اي حاجة بيكون فيها جبنة فيلادلفيا بسمينها فيلادلفيا رولز. بدأت بقى اقدمها مع شوية من السبايسي مايونيز وكمان صوص الترياكي. شايفين لما قعد شوية بقى قوامه عامل ازاي؟ بيبقى قوامه عامل زي العسل الاسود. وكمان هقدم معاه الوسابي صوص. طبعا الوسابي صوص معروف ان هو بيتقدم مع السوشي. انا هنا استعملت الجاهز، ممكن تعملوه في البيت عن طريق بتشتروا باودر وتعملوه تخلطوه بشويه ميه. وكمان قدمت معاه الجينجر ده جنزبيل مخلل. بناخد ما بين كل رول والتانية واحدة من الجينجر علشان نقدر نستطعم السوشي. وطبعا سوشي لازم يتقدم معاه الصويا صوص. احلى سوشي ممكن تجربوه في حياتكم، بجد طعمه لذيذ جدا. الحشوات زي ما قلت لكم ترجع لكم. طبعا التونه ممكن تحطوا تونه، تحطوا سالمون، كراب، جمبري، ممكن تحطوا جمبري متشوح مش مقلي، اي حاجه. نصيحه بقى للناس اللي اول مره تجرب سوشي، نصيحتي ليكم جربوه الاول من غير ما تحطوا عليه صوصات، بالذات الوسابي صوص، لان الوسابي لو كترتوا منه بيخلي طعمه غريب جدا. هو طعمه سبايسي بس فيه معاه طعم كده تاني غريب، فلو كترتوا منه مبيبقاش حلو. عشان كده لما باجي بستعمله بحط نقطه بسيطه جدا. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في القناه تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.